عندي مشكلة مبهدلة عليا عيشتي من وانا صغير، وهي ان اهلي دلعوا اخويا الصغير جدا جدا، وكانوا بيدوله كل الامتيازات اللي تخطر على بالكم لمجرد المذاكرة. كانوا بيسمحوا له يخرج ويسهر ويكلم بنات، وانا اصلا ما كانش مسموح لي ان اخرج مع اصحابي. وكانوا مضايقين عليا عيشتي بشكل محدش يتخيل، وكان بيفتري عليا افتره محدش برضه يتخيل. كان بيضربني ضرب مبرح جدا ويفتش في تليفوني، واهلي كانوا بيشجعوه اصلا على كده. ابويا انسان سلبي جدا جدا، هو دلوقتي كبر في السن وتعب، ووالدتي كانت بتشوف ان هي دي كده الرجول، وتقول له امشي وراها وراقبها وشوفها بتكلم مين وبتعمل ايه. كانوا خانقيني لدرجه ان فكرت انتحر، ومحدش كان بيصدقني ولا بيقف في صف. مره كنت مربيه طيور شركه بيني وبين صاحبتي، فتح الباب وطيرهم وتحملت الخساره، واهلي غلطونا وهو معرف الصيع اللي يعرفهم بيت. ولما قلت له اقفل الباب وانت ماشي بهدلني، والناس ليل ونهار سامعه صوت. دخل الجامعه اترفد منها وما كانش واضح السبب. امي اتصرفت له بالعافيه ودخلته جامعه خاصه، عشان هي بتتعامل ان ابنها ده الامل وانا المتخلفه الفاشله. وعلى ايامي لما جيت اخش الجامعه دخلتني حكومه، وقعدت تقول لي مسيرك تقعدي في البيت. فالمهم عمل مشكله في الشارع مع جارنا، وجارنا ده فضحه قدامنا، طلع مدمن وبيشرب خمره وعلى علاقه ببنات وبيجيبهم البيت. راحت امي جابت له ناس دخلته مصحه كذا مره، وكل مره بيطلع ألعن من الاول. قعدت 4 سنين طول ما هو في المصحه مش بترضى تجيب اكل وتروح تاكل عند قرايبنا. المهم ان هو طلع من المصحه كان مش بيركز، والاصوات اللي في دماغه سايقاه وبيتصرف على اساسه. وطلع ضرب ابن جارنا عيل صغير في الشارع وبهدله، واهلي عمالين يلموا وراه. اقسم بالله بيتحبس مثلا كل شهر، وكل ما بيطلع بيعمل مصيبه افظع من اللي قبلها. واتقفش مره بسكينه ومطوه كان ضارب واحد بيه. مصايب يا جماعه، مش عارفه المفروض اتصرف معاه ازاي. والمشكله انه عامل مشاكل مع طوب الارض، وبيقعد يتخيل حاجات مش حقيقيه، لدرجه ان جيراننا كل ما يشوفونا في الشارع يتفوا علينا، وحرفيا ده اللي بيحصل. فياريت نصيحه منكم اتصرف ازاي.